بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. لو عندك زغلول حصل عنده خلل أو عدم توازن، أو عندك حمام حصل له كشاشان وهمدان، والحمام بقى ما عادش بيقبل على الأكل وكلام من ده يا جماعة ما ينفعش تديله مضاد حيوي. ما ينفعش تموت الحمام، تضعف مناعته أكتر، لأن الحمام لو عنده مشاكل مناعية أو فيروسية، الحل الوحيد ليك في الحاله دي ان انت تدي رافع مناعه او مضاد فيروسات او كلام من ده. حاجه مهمه وحاجه خطيره ورخيصه موجوده في الصيدليه البشريه. لو انت استخدمتها مع حمامك في الحالات الغامضه دي، سواء زغلول او كبير، ان شاء الله تشفى ومش غاليه. حاجه 8 12 جنيه من اقرب صيدليه بشريه تحت بيتك. حاجه اسمها ايميولانت بلس. الايميولانت بلس ده بيعمل ايه؟ ده بيرفع المناعه، ده بيقوي الحمام ان هو مناعته ان هو يتحدى اي مشاكل سواء فيروسيه او مناعيه، وبيدي الحمام القدره ان هو يعني يدخل على الاكل تاني ويبقى كويس وصحته كويسه ويرد. ويعني مش عايز اقول لحضراتكم اكتر من 95% من الحالات المفاجئه، يعني انت مثلا ممكن تبقى سايب الحمام بالليل، تطلع الصبح تلاقي الحمام فقد توازنه. انت بقى تقول ده نيوكاسل، انت تقول بقى ده سالمونيلا عصبيه، ده كلام من ده. في الحاله ده يا جماعه عاوز زقه، عايز حاجه ترفع مناعته. ويا سلام بقى لو مع الاميولانت بلس ده بقى خميره، تستخدم مثلا معاه خميره، قرص خميره، معاه دي كلب 12، حاجات من اللي هي برضو كويسه للاعصاب. اتكلمنا طبعا على الحاجات ديت قبل كده كتير. الايميولانت بلس علبه 8 12 جنيه. بدي حبايه كامله للفرد الحامل الكبير، ونص حبايه او قرص للحمام الصغير. 3 ايام متواصلين ل5 ايام، ان شاء الله بتلاقي عندك تحسن ملحوظ في الحمام. مع تعرضه بقى للشمس ان شاء الله بيشفى، والفرد بيطلع وبيرجع افضل من الاول. يبقى عشان احكم على الحمام ان هو مريض وما يكونش مريض ويكون عنده مثلا خلل مناعي، واتدخل معاه بقى بالمضاد الحيوي، يبقى انا كده بقضي عليه وبيموت. اما لو انا بقى